شلون هسه الحفلات اللي عندنا فلان معرس بالقاعه اخذ مرت طيح الله حظك وحظ مرتك. اي والله قاعه بها 100 واحد هتلي ومرتك صايره الشوفه ببلاش. على شنو؟ والله صاحبك معرس. نعم سويها مع الرجال وروح تاخذ مرتك. هي هاي الدياثه مو صحيح؟ كيف ماخذ مرته لا لا هسه الموديل بقاعه ومليانه زلم من ضمن فقرات الحفله كون يكون زوجته ويرقص قدام الحضور محاضن. الله كفيلك محاضن. يجي محرم مسوي له قزان. هي هتلي انت ما احترمت امامك. كونوا زينا لنا. زين بدايه الزواج بباطل الذريه ايش تطلع؟ هسه اللي يسوي له مطعم يذبح له دجاجه اللي عنده مشروع يتقرب لله بذبيحه. انت اكو مشروع مثل الزواج بناء بيت الله كفيلك حرام بحرام بحرام. اذا ما جابوا خمره الاختلاط عمرها 8 سنوات محمره المن انت قاعد تجرعها لو ما تجرعها. زين كوستر بيها بنات وولد ودق ورقص انت بذرت بذره الشر لو لا بعد يومين من تنحرف منو اللي اساس؟ هسه واحد معرس ومليون واحد يهتاز. زين شنو معناتها توقفون بالترافيك لايت تقطعون الطريق نسوان وزلمه ترقصون وتشمم عقل واقف. انت ما عندك غيره والله لو طلعوا على شوارب تخاف. منطلق الافندي دي غيره سز بس كبير اخوته. انا ما اقول طيح الله حظ اخوتك. اي والله اللي كبروك. شايف القذاره؟ والله البعض ينقل لي يقول شيخنا ينقل لي شرطي هو بالداخليه يقول بالملاهي كل محفوظ يطلع مثل الطير سكران. البعض يقول تصعد على ظهر الراقصه ويقول لها ماع لكن اذا دخل الفاتحه المحفوظ نفاق بنفاق بنفاق. ادري بهذا كلام يزعل علي ذولا لان ذول ما يتقبلوا اصنام. مشكلتي انا وياك اذا عندنا مشكله لازم اروح له وما يطلع الا ب500 ألف ودجاجه زينه. ليش يا اخي ليش؟ مو عندنا مراجع وعندنا حوزه. انا بنختلف كون احلها مالات الله. هذا هو يعرف الله؟ شو اسوي؟ يا من تحكي لقد اسمعت لو ناديت. برلمانك هذا البرلمان العار والشنار اذا اختلفوا يروحون للمحافظ هذا يجيب كبيره وهذا يجيب كبيره. هذول يقودون دوله. ترى العراق يحتضر والله. اذا نريد ننهض بالحسين ننهض بمحمد وآل محمد على محمد وآل